في الفيديو ده بقى عايزين نبدأ نتكلم مع بعض عن البي بي اس في الريفت، وعايزين نشوف ازاي هنقدر ان احنا نخرج البي بي اس بتاعنا من الريفت بشكل بروفيشنال جدا وبحاجة يعني فوق ما تتخيل. طيب انا البي بي اس عندي في الريفت ده اصلا بيكون شكله معايا عامل ازاي؟ هقولك ان هو بيبقى عندك حاجة بالمنظر او بالصورة اللي موجودة قدامك دلوقتي دي كده. هتلاقي ان احنا معانا اول حاجة كده اسمها ال RFT type، ده اللي هو ممكن نقول عليه عندنا في الشغل بتاعنا اللي هو البارتيشن، اللي هو الحاجة المميزة للسيخ، زي مثلا F1، زي مثلا فوتنج، زي مثلا بيمز، زي تاي بيم، زي سلابس وهكذا. ده بتبقى الحاجة المميزة بتاعي للسيخ. بعد كده طبعا هتلاقي ان انت معاك البار مارك، وده طبعا المارك اللي بيميز كل سيخ عن التاني. وكمان هتلاقي ان انت محتاج الدايمتر، لان انا عايز اعرف اكيد قطر السيخ ده كام. بعد كده هتلاقي ان انت معاك طول السيخ اصلا بتاعك ده كام، يعني اكيد هكون محتاج اعرفه. وهتلاقي معانا كمان التوتال بار لينس، وهتلاقي معاك كمان الكوانتيتي. بس خلي بالك من حاجة مهمة، ان انت التوتال بار لينس ده عندك عبارة عن 1510 اللي هو البار لينس مضروب في الكوانتيتي. طب انا ليه بقولك كده؟ بقولك كده لان انت عندك حاجة اسمها النمبر اوف اليمنت، ودي اللي احنا كنا عاملينها كبارامتر معانا علشان احط فيها التكرار. فبالتالي انا خلي بالي ان التوتال بار لينس اللي موجود هنا مثلا في الريفت هو عبارة عن البار لينس مضروب في الكوانتيتي، يعني كأنه مش شايف عندي اصلا النمبر اوف اليمنت، وده هيفرق معانا جدا في المعادلة وهقولك ليه. بعد كده هتلاقي معاك كمان التوتال نمبر اللي هو العدد الكلي، ده عبارة عن الكوانتيتي مثلا مضروبة في النمبر اوف اليمنت. وطبعا بعد كده هيكون معايا الويت والتوتال ويت، ودول عايزين نشوف هنقدر ان احنا نحسبهم مع بعض ازاي، غير طبعا الايمج بتاعت كل سيخ اللي هو اللي موجودة عندي هنا بالشكل ده. طيب هنحسب بقى الكلام ده ازاي، او هنشتغل في الكلام ده ازاي؟ هقولك والله خلينا نشوف. انا في البداية عايز ابدأ ان انا اتكلم معاك اصلا عن الويت. الويت ده عندي عبارة عن ايه، او انا بحسبه ازاي، اللي هو وزن السيخ بتاعي. هقولك ان انا الويت ده بحسبه عن طريق معادلة بسيطة خالص، عبارة عندي عن المتريك ويت اللي هو وزن المتر الطولي، بضربه في التوتال بار لينس اللي هو المجموع الكلي للأطوال بتاعة الأسياخ. طيب المتريك ويت ده اصلا انا عندي بحسبه ازاي؟ هقولك ان المتريك ويت ده ليه عندي قانون، هو عبارة عن القطر تربيع اللي هو الدايمتر تربيع بقسمه على 162. ده كده قانون ثابت انت هتبدأ تشتغل بيه وتعوض بيه. وخلي بالك ان الدايمتر عادي بتعوض هنا بالملي، يعني لو فاي 12 هقول له 12 تربيع مثلا على 162. كده انا خلاص قدرت ان انا اجيب المتريك ويت. فده كده هتلاقي ان هو اصلا ده اول شق او اول شرط موجود معاك في المعادلة. هيبقى لك بس التوتال بار لينس، وده طبعا بيكون جيفن معايا في الريفت، او ان انا بقدر ان انا اجيبه عندي على طول في الريفت. تمام. طيب بالنسبة برضو للوحدات، الوحدات بقى عندي بتاعة المتريك ويت هي عبارة عن ايه؟ هقولك ان انا المتريك ويت عندي وحدته كيلو جرام لكل متر. يعني انا دلوقتي الوزن اللي انا جبته مثلا الفاي 12 ده، فهو مثلا سي ان هو هيطلع معايا 0.89، فالوزن ده عبارة عن 0.89 كيلو جرام لكل متر من الفاي 12 بتاعي. يعني لو عندي سيخ مثلا فاي 12 طوله 1 متر، يطلع معايا الوزن بتاعه 0.89 كيلو. يعني ممكن نقول مثلا ان هو عبارة عن 9/10 كيلو. ده التفسير للوحدة اللي موجودة قدامي. وطبعا الوحدة بتاعت التوتال بار لينس لما تيجي تاخدها من الريفت في الغالب ان انت هتاخدها معاك بالملي. طيب خلونا مثلا نبدأ ان احنا نعوض بالوحدات دي في المعادلة اللي موجودة قدامي، وهقول لك انا عايز اوصل لايه في الاخر. فلو جيت اعوض بالوحدات دي في المعادلة هلاقي ان انا عندي المتريك ويت في التوتال بار لينس، فالمتريك ويت بتاعي هتلاقي الوحدات بتاعه عبارة عن كيلو جرام على المتر. طيب التوتال بار لينس هلاقي ان انا الوحدات بتاعي بالملي. هل دلوقتي ينفع اضرب وحدات مختلفة في بعض او اقسم وحدات مختلفة على بعض؟ فهقول لك لا، الكلام ده ما ينفعش. طب احل الموضوع ده ازاي؟ هقول لك ان انا هاجي ان انا عايز احول المليمتر احوله معايا دلوقتي لمتر، دي بس معايا هنا غلط. طيب عشان احول من ملي لمتر هعمل ايه؟ هقول لك ان انا عايز اقسم على 1000. فبالتالي هتلاقي ان انا لما هاجي احول هنا هيبقى معايا كيلو جرام على المتر عادي جدا اللي هو المتريك ويت،
وهتلاقي ان انا بدلت الملي دي بمتر وقسمتها على 1000. طيب انا ليه عملت كده؟ او بعد ما عملت كده لقيت عندي ايه؟ هلاقي ان انا عندي بدل الملي دي والله بقى متر، وانا اصلا عندي متر تحت، فهشيل المتر مع المتر فهيبقى معايا كيلو جرام على 1000. فدي كده اول حاجة وصلت لها، ان انا عايز اظبط الوحدات فقسمت على 1000 وغيرت المتر مع المتر فبقى لي كيلو جرام على 1000. طيب انا اصلا الويت عندي الوحدات بتاعه ايه؟ الويت ده عبارة عن وزن، فبيطلع معايا سواء كان كيلو جرام سواء كان طن، سواء شوف انت عايز تطلعه بايه وهتطلعه. فانا دلوقتي توصلت ان انا الويت بتاعي عبارة عن كيلو جرام على 1000. طيب انا عايز اسيبه كيلو جرام كده؟ هقول لك لا، يعني مش بحب اشوفه بالكيلو، انا عايز ابدا ان انا احوله عندي لطن. فعشان احول عندي برضو من كيلو لطن هحتاج ان انا عايز اقسم على 1000 تاني، فهلاقي ان انا المعادلة بتاعي في الاخر عبارة عن طن على 1000 في 1000. طب هندسة ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه طن على 1000 في 1000؟ او ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ وده هيوصلني اصلا لايه؟ هقول لك ده هيوصلني اللي انا عايز اقول لك عليه في الصفحة اللي جاية. تعالوا ناخد مثال نعوض فيه ونشوف ايه اللي انا بقوله ده وهحسب الويت بتاعي ازاي. دلوقتي مثلا لو انا عندي سيخ القطر بتاعه 12 والتوتال بار لينس بتاعي 8220، طبعا ده بالملي وده بالملي. فانا دلوقتي اصلا المعادله بتاعت الويت كانت عندي عباره عن المتريك ويت في التوتال بار لينس. طب هندسه ما تيجي نحسب. انا اول حاجه عايز احسبها عندي والله مثلا المتريك ويت، فالمتريك ويت ده عباره عن زي ما قلت لك القطر تربيع على 162، فهقول ان هو عندي 12 في 12 زي ما انا كاتب كده على 162. هلاقي ان الكلام ده طلع معايا ببوينت 89 كيلو جرام لكل متر. يعني زي ما قلت لك ان لو عندي سيخ طوله 1 متر والسيخ ده معايا فاي 12 هيبقى الوزن بتاعه بوينت 89 كيلو جرام. خلي بالك من دي. تمام، يبقى انا كده وصلت الاول شق معايا في المعادله ان انا جبت المتريك ويت طلع معايا بوينت 89 كيلو جرام على المتر. طيب خلونا نكمل باقي المعادله، ان انا عايز اضرب المتريك ويت اللي انا جبته ده في التوتال بار لينس. فانا والله التوتال بار لينس بتاعي ده كان عندي ب 8220 صح كده؟ هقول لك صح. هقول لك طب تعالى نضرب الاتنين في بعض، بوينت 89 في 8220. هندسه فاكر ان انا لما جيت قلت لك ما ينفعش ان انا اقسم وحدتين مختلفتين على بعض؟ هقول لك فبالتالي اول حاجه لازم اعملها ان انا احول الوحدات، فبالتالي انا عايز احول الملي ده احوله معايا لمتر. فطبعا زي ما احنا عارفين عشان احول من ملي لمتر فانا هقسم على 1000، فبالتالي لما هقسم ال 8220 دي على 1000 فخلاص هي اتحولت معايا بالمتر. طيب دلوقتي بقى ده شكل المعادلة بتاع الويت، ان انا عشان احسب الويت هقول له بوينت 89 في 8220 على 1000. طيب بعد اصلا ما ان انا حولت فانا هشطب المتر ده مع المتر، فهتلاقي ان الشكل بتاع المعادلة بتاعك وصل للشكل اللي انا بكلمك فيه اللي هو بوينت 89 في 8220 على 1000 عشان احوله معايا بالملي. طيب هندسة انا عايز اظهره بالكيلو؟ هقول لك لا، انا قلت لك ان انا عايز يبقى شكله معايا بالطن. طيب انا دلوقتي عشان احول بقى من كيلو لطن فانا محتاج اقسم على 1000 تانية، فهتلاقي ان شكل المعادلة بتاعك بقى كده بوينت 89 قسمتها على 1000 عشان احولها من كيلو جرام لطن، وال 8220 برضو قسمتها على 1000 عشان احولها معايا من ملي لمتر. فبالتالي هتلاقي ان انت شكل الويت بتاعك عشان تحسبه في الاخر هو عبارة عن المتريك ويت اللي هو البوينت 89 اللي احنا حسبناه عندنا هنا. الكلام ده ضربته في التوتال بار لينس اللي موجود معايا بالملي اللي هو 8220، والكلام ده قسمته على 1000 في 1000 عشان احول من كيلو جرام لطن وعشان احول من ملي متر لمتر. يبقى انا كده عرفتك المعادلة جت ازاي. يبقى المعادلة جت ازاي بقى؟ ان المتريك ويت ضربته في التوتال بار لينس وقسمت الكلام ده على 1000 في 1000. طب انا استفدت ايه لما انا عملت كده؟ هقولك ان انا جيت في الاخر وجبت الويت بس جبته معايا بالطن. يبقى انا كده خلاص توصلت للويت بتاعي، ان الويت عبارة عن المتريك ويت هضربه في التوتال بار لينس وهقسمه على 1000 في 1000 بحيث ان انا اقدر في الاخر احصل على ان الويت بتاعي جبته معايا والله بالطن. طيب هندسة برضو انا عايزك ترجع لي كده لورا عشان عايز اسألك في حاجة. طيب تعالوا نروح للصفحة دي مثلا.
انا دلوقتي محتاج اعرف حاجة مهمة، ايه الفرق عندي ما بين الويت وما بين التوتال ويت؟ هقولك والله الفرق ما بينهم بسيط جدا خالص. انا دلوقتي مش عندي الويت ده زي ما انا حسبته معاك ان هو عبارة عن المتريك ويت في التوتال بار لينس والكلام ده مقسوم على 1000 في 1000. هتقولي هقولك يعني لو انت رجعت بس يعني دقيقتين لورا، هقولك ان التوتال بار لينس ده كان المعادلة بتاعه عبارة عن ايه. المعادلة بتاعه عبارة عندي عن البار لينس مضروبة في الكوانتيتي. لما جيت من هنا وقلت لك ان انا دلوقتي التوتال بار لينس ده مش بيشوف معايا التكرار اللي انا مدخله في الريفت او النمبر اوف اليمنت، فبالتالي لما هاجي احسب الويت من التوتال بار لينس اللي موجود عندي في الريفت فهو برضو مش هيشوف عندي النمبر اوف اليمنت، فبالتالي انا بكون عندي عايز احسب التوتال ويت. فعشان كده هيبقى التوتال ويت بتاعك هو بقى الويت اللي انت حسبته، بس جاست ان انت هتضربه عندك في النمبر اوف اليمنت اللي هو التكرار بتاعك. يعني انا السيك ده متكرر عندي مثلا 3 مرات، فضربت الويت في 3 طلع لي ان انا بقى عندي في الاخر التوتال ويت. فبكده خلاص قدرنا ان احنا نعرف هنحسب ازاي التوتال ويت. طب خلونا بقى ان احنا نخش على الريفت ونمشي الكلام ده مع بعض خطوة خطوة علشان اشوف انا هحسبه ازاي. فدلوقتي ده الموديل بتاعنا، عايزين نبدأ بقى ان احنا نعمل الحصر بتاعنا، وعايز اعمل سكادول. فهاجي عشان اعمل سكادول هاجي في الريفت على طول كليك يمين وهقول له من هنا نيو سكادول. طبعا انا عايز احصر دلوقتي الحديد فاقول له هات لي الاستراكشر بار وهقول له من هنا اوكي. طيب نرجع للباوربوينت بتاعنا. انا ايه البارامترز اللي كانت معايا؟ هقول لك ان انا اول حاجه محتاجه الار اف تي تايب، وده زي ما قلت لك ان هو عباره عندي عن البارتيشن. فهاجي من هنا وهجيب اول حاجه البارتيشن. طبعا محتاج القطر بتاعي ومحتاج البار لينس بتاعي، فكده والله خلاص تمام. اكيد محتاج الكميه فدي الكوانتيتي. محتاج تاني زي ما قلت لك التوتال بار لينس. طب انا وصلت دلوقتي للتوتال بار لينس، انا عايز اجيب ايه تاني؟ هقول لك ان انا عايز النمبر اوف اليمنتس. فهاجي هنا هقول له عايز النمبر اوف اليمنت، هلاقيه موجود معايا. بعد كده هتلاقي ان انت عايز تجيب الويت فهلاقي الويت مش موجود. طب عايز اجيب مثلا التوتال ويت فلقيت برضو ان التوتال ويت عندي مش موجود. طب قول له اوكي وشوف هنحسبهم مع بعض ازاي. هتلاقي ان انت زي ما انت شايف هنا ان هو عمل لك البي بي اس بتاعك وحط لك البارامترز اللي انت دخلتها. طيب انت عايز بقى تضيف بارامتر جديد او عايز تحسب بارامتر جديد، هقول لك والله تعالى نشوف. فانا بقى دلوقتي عايز معاك وابدا ان انا اطبق المعادله بتاعي. فهاجي هنا من edit عشان اعمل edit للفيلد، وهعمل اول حاجه بقى معايا هقول له ان انا عايز مثلا ابدا اضيف اول حاجه اللي هي المتريك ويت. فعشان اضيف بقى حاجه انا بحسبها فبيبقى حاجه اسمها calculated parameter، هقول له من هنا add. هقول له ده مثلا عندي اسمه المتريك ويت. يعني حتى تعالوا نبدا ان احنا نفصصها بعد كده اجمع لك كله عندك في معادله واحده، وهنخلي ده نمبر عادي. هيبقى بقى المعادله بتاعي عباره عن ايه؟ فاقول لك ان المعادله بتاعي عباره عن البار دايمتر مضروب في نفسه، فهقول له شيفت 6 2 عشان اقول له البار دايمتر اس 2 اللي هي القطر تربيع، ونفتح اقواس واقول له على 162. وهاجي من هنا هقول له اوكي. بس انا مش هدوس اوكي على طول، لان انا لو دوست من هنا اوكي على طول هلاقي ان هو حاسب لي المتريك ويت ده غلط. طب حسبه غلط ليه؟ هقول لك تعالى من هنا بس اعمل اديت ودوس على المتريك ويت ودوس على الاديت من هنا، وقول له ان انت بدل ما تخليها متر خليها مليمتر، وقول له من هنا اوكي واوكي. هتلاقي ان هو حسب لك المتريك ويت بتاعك صح وكل حاجه معاك تمام ومظبوطه. فده كده كان اول شق كان موجود معايا. طيب بعد ما بحسب المتريك ويت عاوز بقى ان انا احسب تاني الويت، فهعمل بقى calculated parameter جديد اسمه الويت. طبعا عايز احط فيه ايه؟ هقول له ان انا عايزك تحط لي فيه المتريك ويت مضروب في ايه؟ هقول لك ان انا عايز اضرب المتريك ده وعايز اضربه عندي في التوتال بار لينس اللي هو موجود عندي هنا. وتعالى حتى افتح لي قواس وعايزك في الاخر تقسم لي الكلام ده عندك على 1000، او ممكن بدل ما اقول له 1000 في 1000 ممكن اقول له ان انا عندي 1000 على طول مقسومة او مضروبة في 1000. يطلع معاك الرقم ده بكام؟ يطلع معاك ب1,000,000. حتى اخده من هنا كوبي كنترول سي
واقول له اقسم لي الكلام ده عندي على 1000، وهقول له من هنا اوكي. معنا الكومة دي عاملة مشكلة، تعالى بس امسحها، واقول له من هنا على طول اوكي، واقول له اوكي. هتلاقي الويت طلع معاك بالشكل ده. طب عايز اتأكد ان انا صح، فهقول لك والله بسيطة، تعال نجيب الآلة الحاسبة كده ونحسب. لو قلت له من هنا 0.89 مضروب في التوتال بار لينس اللي هو كان موجود عندي 9660، يطلع معايا بكام؟ 8597. هقول له عايزك تقسم لي الكلام ده على 1000، واقسمه لي كمان مرة على 1000. المفروض يطلع معايا ان وزن السيل ده 0.008. الكلام ده طبعا بالطن، تلاقي ان هو فعلا طالع معايا ب0.008. فانا كده كل حاجة هتلاقيها بقت معاك تمام ومظبوطة، وهتلاقي ان انت خلاص قدرت ان انت تحسب الويت. تعالوا حتى نجرب على حاجة تانية، نجرب على السيل ده. المتريك ويت بتاعي كان 1.5، هضربه في التوتال بار لينس اللي هو كان معايا ب12000، يطلع معايا ب18000. هقول له اقسم لي الكلام ده بقى على 1000 في 1000 اللي هي عندي عبارة عن مليون، يطلع معاك 0.018. فهتلاقي ان الويت فعلا طلع معايا 0.018. فانا كده كمان شيكت على نفسي في الويت. طيب هندسة، انا دلوقتي والله خلاص حسبت الويت وحسبت المتريك ويت وكل حاجة. طب انا عايز دلوقتي اجيب التوتال ويت، اللي هو انا زي ما قلت لك ان التوتال ويت هيكون عبارة عندك عن الضرب بتاع الويت مضروب عندي في النمبر اوف إليمنت اللي هو التكرار. فهاجي من هنا حتى هقول له edit، تعالى نعمل بقى بارامتر جديد. البارامتر ده هيكون عندي اسمه total weight. طب المعادلة بتاعتك ايه؟ هقول لك المعادلة بتاعك بسيطة خالص، عبارة عندك عن الويت مضروبة في النمبر اوف إليمنت، وهقول له بس من هنا اوكي، وهقول له اوكي. هتلاقي ان هو حسب لك التوتال ويت بتاعك. لو عندك تكرار هتلاقي ان هو ضرب لك التكرار وظبط لك عندك كل حاجة. فدلوقتي خلاص بقيت قادر او بقيت شايف عندي التوتال ويت. وهقول لك كمان على حاجة، ان انت بدل ما تحسب الويت وتحسب التوتال ويت، فانت اصلا كان ممكن ان احنا نيجي من هنا، تعالوا حتى نمسح البارامتر ده، وان انا ادخل على الويت على طول واضيف عندي اصلا النمبر اوف إليمنت عندي يبقى هنا، ادخله معايا في المعادلة اللي موجودة قدامي هنا. تعالوا حتى نسيب الاتنين بحيث ان احنا كأننا بنشيك على نفسنا، او مش هينفع نشيك لان طبعا لما انا هضرب ده فالاتنين مربوطين ببعض، فطبعا الموضوع هيلخبط معايا. خلينا بس نبص على اي رقم من هنا. والله الرقم ده كان معايا بكام؟ ب0.05، بحيث ان انا اشيك على نفسي طول ما انا شغال. الرقم ده مثلا كان معايا بكام؟ 0.004. فانا المفروض متوقع ان انا لو لا الرقمين دول زي بعض، انا عايز حاجة مختلفة. الرقم ده 0.085، فانا المفروض متوقع ان انا لما هظبط المعادلة دي بتاعت الويت، فالويت بتاعي هيساوي الرقم ده اللي هو 0.085. خليك فاكر الرقم. فهقول له مثلا من هنا edit، واقول له حتى امسح لي التوتال ويت ده، وتعالى اعمل لي من هنا new calculated، او قصدي تعالى اعمل لي edit هنا على الويت من هنا، وبس تعالى ضيف لي في المعادلة دي، قول له في الاخر كده، قول له من هنا في، وتعالى ضيف لي النمبر اوف إليمنت. خلي بالك الرقم المفروض يطلع معاك الرقم ده يطلع معايا 0.085. فاقول له ضيف لي بس من هنا النمبر اوف إليمنت. اوكي. بص اللي حصل، هتلاقي ان الرقم ده عندك اتغير معانا، بقى عندي الويت 0.085 زي ما انا قلت لك. فانا كده اتأكدت ان انا المعادلة بتاعي بقت تمام ومظبوطة. حتى ممكن اجي على الويت من هنا اغيره، اخلي اسمه التوتال ويت بحيث ان انا ما اتلخبطش، واقول له من هنا اوكي. فكده والله خلاص عرفت ازاي ان انا هبدأ او هعرف احسب المعادلة بتاع الويت من على الريفت. ودي كده كانت من اول الخطوات اللي موجودة معانا.